مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم، معكم تامر بحلقة جديدة من المؤامرة شو. محافظة دمشق منعت تربية الكلاب المنزلية وطلبت من أصحاب الكلاب التخلص من الكلاب، ولأنه ما حدا فوق القانون قررت أسماء الأسد التخلص من بيشو. طلع مو بس مراسلين التلفزيون السوري بياكلوا ضرب وقتل وشحاطات من العالم، كمان بروسيا كان إلهم نصيب. Они это элитные войска ВДВ, их не зря так называют. Первые воздухи, первые... Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... Ты будешь со мной разговаривать? Сейчас. مهرجان دمشق الدولي يلي كان فخر المهرجانات العربية وأقدمها، واللي استضاف أهم المطربين العرب منهم فيروز ووديع الصافي، هالسنة رح يحييه المطربين العالميين وفيق حبيب، علي الديك، إيناس لطوف وميرنا ملوحي. وطبعا إدارة المعرض اضطرت تلجأ لهدول المطربين بعد ما صرعتنا إنه فيروز وجوليا بطرس وملحم زين هن اللي رح يحيوا المهرجان، بس ما حدا منهم رضي يشارك بالمهرجان. وبما انه عم نحكي عن المطرب العالمي علي الديك اللي بيمثل وجه سوريا الحديث، شوفوا لي شو قال. لمع الموضوع. الفيزا انا رايح على هالبلد كتير، يعني رايح لها كتير، رايح جاي مثل مكوك الحياكي، رايح جاي. قدمت على الفيزا وانا وفرقتي، يعني بعرف باخذها بخلال ثواني، فبيقولوا لي طالبك القنصل. قلت له للفرقه، قلت لهم بتعرفوا ليش طالبني؟ قال ليش؟ بتعرفوا ليش؟ قال لا يمكن بدي اتعرف عليك انه قلت له لا، بدي اتصور معك بلكي. قلت له هدول بدي اتصور سيلفي. قلت له لا، هدول ما بيبينوا لك انه انت انسان، ما بيبينوا لك، ما بيحبوا يظهروا لك انت انسان معروف وانت انسان، ما بيبينوا لك. قام صاروا يضحكوا فكروا انه لا، انه بده يسلم علي وبده يحترمني الشخص. رحت لهونيك اول كلمه قال لي مرحبا، قلت له اهلا. قال لي كيفك؟ قلت له اهلا وسهلا. قال لي انا طلبتك بدي احكي معك، بدي اسالك شي 6-7 اسئله مشان اعطيك الفيزا. يمكن تغير شيء. طيب هالزيادة بأدب بدك تحكي انت. قلت له ايه تكرم عيونك اسال. سالني اول سؤال، يعني مع احترامي الشديد، يعني اتفه سؤال بيمرق بتاريخ العالم. قال لي هيك قاعد قدامي ها، قال لي علي الديك شو مذهبك؟ لا عينت وحياة المصحف وحياتك يا رب العالمين، شو بدي يكذب؟ قلت له ضحكت. قال ليش عم تضحك؟ إذا سمحت، يعني ما بيحبك تضحك، يعني هو عم يسألك. طبعا أنا مش يسألني السؤال، لقاء جدي، بدي أخلعه جواب طيره، بس طول أنا عم كاغيله قغي بدي يوصل وين بدي يروح، خلص القطه. قال قلت له مذهبي سوري. ايه تمام، واضح من لهجتك انه طاقفتك سوريا. شكرا مشاهدينا، تابعونا الحلقة الجاية. Ba-da-ba-da